اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم أميرة سلامة، والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض التورتة القمر اللي قدامكم دي. الفيديو اللي فات نزلنا الجليز او الملوار اللي احنا غطينا بيه التورتة دي، فالنهاردة هنعملها مع بعض من الألف للياء. ركزوا كويس جدا عشان تطلعوا نتيجة كويسة. الأول هنعمل الكيك. معايا هنا 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، يكون بيض حجم كبير، لو حجم صغير يبقى 6. عليهم معلقتين كبار من الخل، هحطهم في العجان او المضرب الكهربائي ضروري. هحط عليهم معلقة صغيرة مليانة من المحسن الجل، ده ضروري برضو، ما ينفعش نستغنى عنه، بيتباع في اي محل مستلزمات حلويات. هحط عليه 3 باكت من الفانيليا البودر، عليه كمان نص كوباية من المية. كل المقادير بتاعتنا بدرجة حرارة المطبخ. هحط كمان نص كيلو من دقيق الاسبونج الشوكولاتة، برضو بيتباع عند اي عطار او في اي محل مستلزمات حلويات. يبقى احنا حطينا البيض والمية والفانيليا ومحسن الجل وكمان الدقيق. الدقيق ده بيبقى فيه البيكنج باودر وفيه كل حاجة. هشغل بقى العجان بتاعي او المضرب الكهربائي لغاية ما القوام يبقى تقيل معايا وعامل زي الكريمة كده، القوام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. طبعا انا وانا شغاله فيها مشغله الفرن بتاعي عشان يسخن كويس جدا عقبال ما اخلص. هنا خلاص العجان بتاعي خلص. هشيل بقى المضرب بتاعي وهكون مجهزه الصينيه بتاعتي. دي صينيه مقاس 20، انا حاطه فيها ورق كراسه عاديه، دهنه بسيطه من الزيت من الجوانب ومن الارضيه. انا معليها كده عشان لما الكيكه ترتفع معايا ما تفرش. طبعا البديل بتاع ورق الزبده، بس انا بصراحه ما كانش عندي فحطيت ورق كراسه عادي يعني. لو ما عندكيش ورق زبده حطي ورق كراسه زي. هفضي بقى خليط الكيك بتاعي دي تقليبه كده، وبعدين هفضيه في الصينيه بتاعتي كل الخليط. هنا خلاص فضيته، بخبط خبطتين كده عشان ميبقاش فيها اي فقاعات هوا، وبأي ستيكس او سكينه رفيعه او شوكه هعمل خطوط كده رايح جاي. ضروري من الخطوه دي عشان ما يبقاش فيها فراغات وفقاعات هوا كبيره من جوه، ضروري. هفضل كده رايحه جايه بحركه عشوائيه بالشكل ده، والحركة دي برضو بتخلي السطح بتاعها متساوي بالشكل ده. هدخلها بقى الفرن بتاعي على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، هتاخد معايا حوالي 30 ل35 دقيقة وتطلع بالشكل القمر ده. طبعا بعرف ازاي ان هي استوت ولا لأ، بجيب الستيكس بتاعي وبدخله في الكيكة بتاعتي، لو طلع نضيف معايا خلاص يبقى هي كده استوت. انا هنا بقولكوا هي ارتفعت عن حرف الصينية، ودي عشان كده انا حاطة الورق بتاعي. طلعت نضيفة معايا خلاص كده هي استوت. هركنها بس 10 دقايق تهدى على جنب، وبعدين بقى نشيلها من القالب بتاعنا. بتتشال بكل سهولة طبعا بالشكل ده. انا عاملاها في صينية مقاس 20 عشان اعمل منها تورته. تمام، هشيل بقى الورق بتاعي بكل سهولة. ضروري تدهنيه دهنة بسيطة من الزيت عشان ما يلزقش معاكي، عشان ما بيبقاش زي ورق الزبدة، لكن ورق الزبدة ما بيدهنش حاجة. طلعت معايا الكيكة بالجمال والحلاوة دي. شايفين الارتفاع بتاعها؟ ما شاء الله اللهم بارك، حلوة جدا. شايفين شكلها؟ هشيل بقى الورقة اللي في أرضية الكيك. شايفين الورق بيتشال بكل سهولة. طبعا هنا بعد ما هيجت معايا حوالي نص ساعة أو ساعة، بس هسيبها ترتاح كمان شوية وابتدي أقطعها. ضروري ما تقطعيش الكيكة خالص وهي سخنة ولا حتى دافية، سيبيها تبرد تماما وبعد كده قطعيها عشان ما تتفرولش معاكي. هنا ده المنشار بتاع الكيك، هقطع بيه. طبعا ممكن تقطعي بسكينة او بخيط عادي لو مش متاح عندك، بس ده طبعا بيبقى احلى، يعني بيقطع طبقات الكيك متساوية. شايفين الكيك بتاعي من جوه؟ ما شاء الله الله اكبر، ما فيهاش فقاعات ولا فراغات ولا اي حاجة. ودي كانت خطوة الستيكس اللي احنا عملناها. انا عايزة اقطع الكيك بتاعتي على 3 طبقات مش اكتر، فخليت الارتفاع بتاعها حلو مش رفيع قوي، لكن هي ممكن تتقطع على 4 و5 كمان. هاخد اخر طبقة دي كمان، هشيل بس الطبقة اللي على الوش دي
طبعا ما بتترميش ولا اي حاجة، بنعمل منها كبات وبنعمل منها اللي احنا عايزينه بالشكل ده. عمل معايا 3 طبقات حلوة جدا. هشيل برضو الحرف ده بالشكل ده. خلاص طبقات الكيك بقت جاهزة معايا. 3 طبقات احلى من بعض. شايفين شكلها ما شاء الله اللهم بارك، حلوة جدا. يلا بينا بقى نعمل الكريمة. عندي في العجان برضو كوباية كبيرة من الكريم شانتيه الخام. اختاري نوع كويس، هاتي افضل نوع موجود يعني. هحط عليه 2 معلقة كبار مليانين هرميين كريمة لباني بودر، 2 معلقة كبار مليانين لبن بودر. هيبقى كده خدوا معايا ربع الكوباية. هضيف كوباية الا ربع من السكر الحبيبات العادي او سكر بودر. ضفت كمان كوباية مليانة من المية الساقعة قوي. الكوباية دي يا جماعة كبيرة جدا، يعني اكتر من 250 ملي. عشان كده بقول لكم ال4 معالق يا دوب خدوا ربع كوباية. هنا خلاص خفقتهم كويس جدا جدا. وطبعا كل شوية بفتح العجان، كل ما بحتاج مية بزود على طول. انا بفضل ان انا اضرب الكريمة بتاعتي بمية مش بلبن، بيبقى الطعم افضل يعني. هنا خلاص اتخفقت معايا كويس جدا. انا طبعا مش عايزة الكمية كلها فانيليا، فهشيل الكمية اللي انا محتاجاها فانيليا واسيب شوية كده هعملهم بالشوكولاتة. شايفين قوامها؟ ده القوام اللي احنا عايزينه. شلت شوية كريمة، ودي الكريمة اللي انا عايزاها تبقى بالشوكولاتة. سيحت عندي 2 معلقة كبار من الشوكولاتة الخام، وحطيت كمان 1 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام البودر الغير محلى. دي الشوكولاتة اهي سيحتها على حمام مائي. هاخد 1 معلقة كبيرة كده من الكريمة واقلبها عليها الاول بره، وبعد كده هضيفها على الخليط على طول. طب ليه ما ضفتش الشوكولاتة على طول على الكريمة؟ عشان هتخرز معايا وهيبقى كلها تكتلات ومش هتفك. فضروري لما تيجي تحطي شوكولاتة خدي معلقة الاول قلبيها عليها بره في بولة بره، وبعد كده تضيفيها على الخليط. هيبقى عندك احلى واجمل كريمة شوكولاتة. هخفقها برضو كويس جدا، وبكده خلاص تكون جاهزة معايا. لونها وطعمها حلو جدا بالشكل ده. هديها بقى تقليبة. هنا بقى تعالوا نزين التورته بتاعتنا. هحط معلقة كده من الكريمة عشان الكيك تثبت معايا. انا طبعا عامله الكيك للبيت فهحطها في طبق عادي، لكن لو شغل طبعا او اوردرات او كده بيبقى القاعده بتاعت التورته. حطيت اول طبقه كيك اللي هي بتبقى من على الوش. طبعا لما تيجي تعملي تورته بتخلي الارضيه بتاع الكيك هي الطبقه الاولى من فوق. هسقيها بقى بسيرب خفيف عباره عن 2 معلقة كبار من السكر على كوبايه ميه. سبتهم يغلوا كويس جدا واسيبهم يسقعوا كويس جدا، واسيب التورته بتاعتي. دي كريمه الشوكولاته بقى انا هحشي بيها، لكن انا عايزه الكيكه من بره تبقى بيضه. حطيت كميه من الكريمه. طبعا هنا ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي صوص شوكولاته اللي انت حباه، لكن طبعا الكريمه بتاعتي انا مختاره كريم شانتيه نوع كويس، حاطه كريمه لباني وكمان حاطه شوكولاته وكاكاو، فالكريمه لوحدها غنيه مش محتاجه اي حشو معاها. حطيت تاني طبقه من الكيك. هسقي برضو كويس جدا بالسيرب بتاعي، بيخليها هشه وطريه كده وطعمها حلو. بالشكل ده ما تخافيش مش هتعجن منك ولا اي حاجه. هحط تاني طبقه من الكريمه بتاعتي. اتوصي وما تستخسريش. هسوي برضو تاني الطبقه. طبعا ممكن تقللي الطبقه على حسب ما انت عايزه. هحط بقى الطبقه الاخيره بتاع الكيك زي ما قلت لكم ارضيه الكيك عشان يبقى شكلها من فوق كويس. هضغط عليها ضغطه بسيطه كده اسويها وهسقيها برضو. شايفين ما شاء الله بتتشرب بسرعه جدا. كده خلاص هجيب بقى الكريمه البيضه بتاعتي وهغلف بيها الكيك من بره كويس جدا. بس الاول هساوي الجوانب كده عشان لو في اي كريمه شوكولاته خارجه تدخل جوه الكيك.
جبت بقى الكريمة البيضة اللي هي الفانيليا، هحط كده طبقة كويسة وهسويها بقى بالمعلقة بالاسباتيولا بسكرافر المتاح عندك. شايفين الكريمة متماسكة معايا وحلوة، ما تخففوش الكريمة قوي عشان ما تسيحش معاكم من على التورته ويبقى شكلها مش لطيف. اي سكرافر عندك بقى او اسباتيولا او حتى طبق فل وقصيه نصين وساوي بيه بالشكل ده. تزيينها سهل وبسيط جدا جدا، ولو انت اول مرة تعملي تورته في حياتك هتعمليها بكل سهولة. باخد كده الكريمة بتاعتي وبحطها في المناطق الفارغة اللي ما فيهاش كريمة، وكمان بزود كمان شوية عشان مش عايزة الشكل البني ده يبان، واساوي برضو على قد ما اقدر بالشكل ده. شايفين طريقتها سهلة وبسيطة جدا. بالله عليكم لو وصلتوا معايا للمرحلة دي من الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بقدمه، وما تنسوش تعلقوا بكومنت حلو منكم ودعوة حلوة من قلبكم. ما تنسوش، انا بقولكم ما تنسوش. عندي هنا بعد ما جلست التورته بتاعتي كويس جدا هجيب بقى السكرافر المشرشر ده، وممكن مش لازم مشرشر خالص لو انت عايزاه متساويه، بس انا حابه الشكل يبقى كده فجبته هعمل بيه تعريجات كده بالشكل ده. ممكن لو مش عندك تعمليها بشوكة عادي جدا او بمشط نضيف ما استخدمناهوش على شهرين قبل كده، يعني يكون مخصص للاكل بالشكل ده. خلاص بقت جاهزه معايا، هسوي بس الشكل من فوق بالسكرافر برضو، بس المره دي انا بسحب على جوه مش على بره عشان ما بوظش اللي انا عملته بره بالشكل ده. هدخلها بقى التلاجة تتمسك معايا شوية، بس الاول همسح الطبق بتاعي عشان يبقى شكله لطيف كده بمنديل المطبخ طبعا، عشان لو دخلتها التلاجة الاول هتمسك في الطبق ومش هتتشال بسهولة. هدخلها بقى التلاجة نص ساعة ونرجع تاني. هنا انا بقول لكم دي الكريمة اللي فاضلة معانا هنعمل بيها كب كيك الفيديو جاي ان شاء الله. هنا ده الجليز اللي احنا عملناه مع بعض الفيديو اللي فات، طبعا انا بستخدمه هو دافي مش بارد تماما. هنا خلاص كان دافي معايا والتورتايه بتاعتي ساقعه، فاول ما بينزل عليها بيمسك على طول. صبيته على التورتايه بتاعتي كده بالشكل ده. بفضل بقى الف التورتايه بتاعتي، لو في اي حته فارغه بحط عليها على طول. انا طبعا حطيت الطبق اللي انا حط عليه التورته تحته طبق عشان اللي هينزل ده ينزل عليه، وبالمعلقه لو في اي حته مفيهاش بحط عليها كده بس من بعيد، بقرمش من التورته عشان ما بهدلش الدنيا بالشكل ده. سهله وبسيطه جدا، بيخلي شكلها في الاخر بجد روعه. شايفين كل ما بلاقي حته فاضيه بحط عليها كده بالمعلقه، وزي ما قلتلكوا لو مش حابين تعملوا شكل التحريجات دي هيبقى اسهل معاكوا كمان. بنزل بقى اللي على الطبق بتاعي كده بالمعلقه قبل ما يمسك طبعا، لاني هو كل ما بيهدى او بيبرد او بيدخل التلاجة بيجمد بالشكل ده. بفضل الف كل اللي بينزل من على التورته بشيله، بس حسب اللي بتخبطي في التورته. هنا خلاص كنت نضفت كل اللي حوالين التورته وبقيت معايا بالقمر ده. هدخلها بقى التلاجة بتاعتي لغاية اما تجمد تماما، مش تجمد اللي هي في الفريزر يعني، لا حوالي نص ساعة او ساعة. هنا خلاص بقى كانت بردت معايا. عندي هنا ده شكل سبونج بوب، انا طبعته على ورق من المكتبة عادي، ده ورق غير قابل للاكل، وقصقصته كده
وبلزقه بقى على التورته بتاعتي عشان يديني الشكل الخرافه ده. وهنا الايدين انا لزقتها كده بالشمع على الستيكس بتاعي عشان اخليه كده كأنه هيطير هيطير من الفرحه طبعا. شايفين شكلها حلو جدا جدا. طبعا التورتايه دي لو هتشتريها من بره هتشتريها بمبلغ وقدره، مش لازم اقول لكم على المبلغ لان هو باين عليها. هنا انا حطيت الاسم بقى وهابي برثدي على الكلام، طبعا ده انا بكتبه على التليفون برضو، وبشوف الصور اللي انا عايزاها وبطبعها على طول. هحط الصور بتاعتي بشكل عشوائي بس بجد انا انبهرت من شكلها في الاخر، كان شكلها ما شاء الله اللهم بارك حلو جدا. اعملي كل اللي انت حباه في البيت وفرحي بولادك واسرتك، عمرهم ما هينزل اللحظات السعيدة دي معاكي، وطبعا انت هتبقي فرحانة جدا وانت بتعملي لهم الحاجات دي اصلا. هنا انا خلاص حطيت كل الصور بتاعتي، وعندي سبرينكل الملون ده رشيته على الوش كده من فوق، خلى شكلها احلى واحلى. ايه رأيكم بقى في شكلها في الاخر؟ تحفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتعلقوا كومنت حلو منكم، واستنوني في وصفات جاية كتير ان شاء الله. ولو عايزين وصفة الكب كيك اكتبولي في الكومنتات. هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. وقبل ما انهي الفيديو ده شكل التورتايه من جوه، قوليلي بقى ايه رأيكم. مع السلامة.